انتهت قمة الدوري بين الأهلي والزمالك بتعادل. من الأهلي والزمالك في تعادل بطعم الفوز بالنسبة لي لنادي الزمالك. أحيي نادي الزمالك ولاعيبة نادي الزمالك الأداء اللي أنا شفته امبارح. في البداية قبل ما ندخل الماتش، احنا كان آخر فيديو كنا عملناه عن ماتش باتشوكا. الصراحة أنا من بعديها اتقفلت، يعني ما اضحكش عليكم، اتقفلت من اللعبة عامة. تحس إن أنت بتتفرج على نفس الماتش بيتعاد كل ماتش. حاليا أنا حسيت إن أنا لازم أطلع أتكلم شوية بس فتتكلم. ماتش امبارح، او خلينا نتكلم قبلها من الصفقات. رحت جبت مصطفى العش وجراديشار وبن شرقي واحمد رضا. صفقات كويسه من وجهه نظري، كويسه. هي مش دي اللي انت محتاجها بس وجهه علي معلول. لما نطلع نتكلم امبارح خلينا نتكلم. ندخل بقى في ماتش امبارح. تشكيله غبيه واسف غبيه من المدرب. انا في البدايه امبارح اي واحد اهلاوي، سيبك من انت اهلاوي، واحد بتتفرج على الفريقين دول بقالك شهر او شهرين. الاهلي بكره نزل، لو امبارح يعني نزل يدي الزمالك اربعه، بس تريح بقى اللي هو اربعه، احنا هديهم اربعه. لكن الاهلاوي اللي بيتفرج على الاهلي اخر اربع مباريات قمه او خمس مباريات، حتى في مباراه الكاس اللي احنا كسبناها هناك 2-0 في السعوديه قفشه وامام، يقول لك ان لا هي مش بالسهوله دي. مباراه القمه طول عمرها ما بتخضعش لحاله الفريقين. 2015 الاهلي والزمالك، الزمالك كان واخد الدوري باكتساح، الاهلي غلبه. 2001 2017 او 18 الزمالك كسب الاهلي 2-1، والاهلي كان واخد الدوري مستريح باكتساح، وكان الاهلي في نهائي افريقيا. فما بتحسبش كده. امبارح نزلت عندك مدرب جبان. مبدئيا يا جماعه والله يعني عيب لما ابقى انا البطل التاريخي لقاره افريقيا ونازل بلعب ماتش الديربي بباكين نص ملعب. باكين نص ملعب سته. ده عيب. ده عيب عامه لما تنزل. انت نازل بتدافع، نازل بتدافع قدام فرقه، مع احترامي لنادي الزمالك، هو ما كانش معاه غير اللعيبه اللي بتلعبك امبارح، وشويه ايه ناصر منسي ومصطفى شلبي ومش عارف ايه وكام لاعب الحلوين اللي بينزلوا من على الدكه دول، اللي هم اساسا لا يصلحوا لعبه الزمالك. وما تقولوش ما ناصر منسي ومش عارف ايه. ناصر منسي هو ماشي معاه قدامنا يعني، هو ما جابش جون بس. على فكره كنت الجون امبارح هو لولا الباص والسكاننج اللي عمله. وهنيجي لحته السكاننج دي عشان لعيبه الاهلي امبارح الله اكبر يعني، كنا سكاننج للصبح. نازل بتلعب الشناوي، اشرف داري اللي رجع من الاصابه، رامي ربيعه، كوكا، اكرم توفيق، احمد رضا، مروان عطيه، امام عاشور، محمد عبد الله، حسين الشحات، جراديشار. مبدئيا اشرف داري لسه راجع من الاصابه، فانا كنت افهم ان انت امبارح تبدا بمصطفى العش، على الاقل كورته احسن من اشرف داري. قدام فرقه تكت تالت ورا، وانت معاك الكوره، فرقه ما كانش عايز تضغط عليك. خد كورتك يا حبيبي وخد العب زي ما انت عايز. وانا عارف ان انت مش هتقدر تجي لي اساسا، ولو جيت لي هتجي لي بقى بالطرق ال 50 بصل اللي بالعرض. وفي الاخر اقوم لاعب برافعه فجراديشاري يقوم طالع ساندها لحد يقوم ده شايط. اللعب بقى بتاع 2004 اللي احنا بنلعبوه ده، لعب الكره الانجليزيه بتاع زمان بتاع بيتر كراوتش بقى والناس الحلوه دي. فانت جاي بتلعب امبارح ما عندكش اللعيبه الكرييتور في الملعب. مروان عطيه اللي كان عنده البساطه اللي بتضرب الخطوط، الله اكبر عليه دلوقتي بيلعب عامل كده، بيباصي كده، باص في الارض. مفيش الفكره بتاعت ان انا اخد الكوره ابص مين فاضي اضرب كوره في ظهر مثلا نص ملعب الزمالك. مفيش الكلام ده، انا بلعب للباك. انا حيطه، انت بتلعب مع رصيف. تديله كوره يرجع لك تاني، تديله كوره يرجع لك تاني. اتنين في ملعب النادي الاهلي، اتنين في ملعب النادي الاهلي او ثلاثه بالكتير، عندهم القدره ان هو ياخد الكوره ويلف ويعمل كده وكده ويبص قدامه ويقوم مسلم الكوره صح. مش صح ان انت تباصي صح، لا، صح لقدام تفيد الفرقه. احمد رضا، امام عاشور، جراديشار، الباقي كله بيلعب كده مضروب على دماغه، ما تبصش قدامك، تلعب وتبص في الارض. اكرم توفيق باك يمين ما بيعملش حاجه، بندافع وكل حاجه ومحرات في الملعب، بس انا باخد الكوره
بقوم باصص عامل كده ولافف مديها لرامي ربيعه، رامي ربيعه لافف مديها لمروان عطيه، ومروان عطيه زي الحيطه مرجعه له تاني. عايز تدافع يا عم وانت خايف من زيزو؟ العب بمصطفى العش على الاقل باك شمال. انا كنت بقول لك في البدايه ابدا بيه ونزل كريم الدبيس. يعني انا من وجهه نظري لو هتبدا باربعه ورا، محمد هاني اللي انا ما بحبهوش بس هو احسن من اكرم توفيق، لان انا مش نازل ادافع. انا مش نازل ادافع. يبقى محمد هاني من وجهه نظري، محمد هاني، اشرف داري، ابو رامي ربيعه، وجنبهم مصطفى العش عشان اقدر اطلع بالكوره على الاقل بساط لقدام. شمال يلعب كريم الدبيس، وحط بقى ايه مروان عطيه يا عم السته، الحيطه الرصيد بتاعنا، احمد رضا، امام عاشور، حسين الشحات، جراديشار، محمد عبد الله. لكن انت عامل لعب لي ورا بثلاثه، انا مش قادر اتحرك. واربعه ورا، اسف، انا مش قادر اتحرك. حيطان بتلعب كوره بتجيب، سلم استلم. فرقه الزمالك فرقه بتتكتل ورا، انت ما عندكش اللعيبه اللي هو هيقدر يقوم ضارب الباص. شفت عبد الله السعيد امبارح؟ ايه رايك في عبد الله السعيد؟ عبد الله السعيد اخر ما تبقى من جيل العظماء، باع الاهلي راح بيراميدز، بيحتفل لما يجيب فيك كل حاجه دي على عيني وعلى راسي. بكلمك اركن الانتماء، اتفرج على كوره. اللاعب الوحيد اللي قادر يلف، يبص، يسلم، دريبل خفيف، يدي كوره يكسر بيها خط في فرقتين، وشويه زيزو في الزمالك. بيصير مثلا انا هفتح الملعب قدام الاهلي ليه؟ فانه هندسه مين وبتاع مين؟ انا هنزل قافل ورا والعبك على التحولات، وانت الله اكبر عليك انت اللي بتدالي بنفسك. نازل تلعب لي الباكين. شفت انت بقى يعني ايه الباكات في الجون اللي دخل فيك؟ الجون اللي دخل فيك شفت انت يعني ايه الباك اليمين بيلعب الباك الشمال بيحط جون، وانت الباكات الاثنين بتوعك نص الملعب اللي واقفين شاهد ما شافش حاجه. واحد مش عارف يرمي التاكلينج، والحارس بتاعك اللي بينط بنص ايد، وثلاثه واقفين في ال 18. ثلاثه غير الحارس، اشرف داي ورامي ربيعه ومروان عطيه اعتقد او اكرم توفيق. وجاب التايك وراح داخل بيها الجون، واللعيبه واقفه بتتفرج. هل ده الاهلي؟ هل الاهلي وصل لمرحله ان انت قاعد بتتفرج عامل كده؟ بعد ما تعادلت بتقول والله لو في فريق هيجيب جون دلوقتي هيبقى الزمالك مش انا. ومفيش اهلاوي عارف النادي الاهلي وبيتفرج على النادي الاهلي كويس غيره كان عارف ان الزمالك هيتعادل. والزمالك يستحق يتعادل. مدرب جبان، انت خايف ليه؟ خايف ليه؟ نازل لي بكوكا وباكرم توفيق؟ ما تنزل يا عم الدبيس ومحمد هاني والعب يا عم كوره. فرجنا على كوره، انت معاك ادوات، بتلعب فرقه معاش ادوات اساسا. بره منزل لي وسام ابو علي ومنزل لي بن شرقي. هو بص منزل مين؟ هو عرف يدير الماتش وعرف يلعبك وانت بتلعب. لا انا خايف، انا مقفل ورا. وتقفيلك اللي انت عامله ورا جاب الجون بالغلطتين الاغبياء اللي انت عاملهم. الباكين بتوع نص الملعب الستة وستة اللي بيلعبوا، الديفندرات اللي انت بتلعبهم باكات، الكرة اتلعبت بالعرض من جنبهم ولا واحد فيهم عارف يعمل حاجة. وخليك مدرب جبان. ماتش باتشوكا دافعته وكنت تقدر تكسب وفضلت مدافع. حس ان ده نادي كبير، ده اكبر نادي ومعاك اعلى ادوات في افريقيا. انا مفيش فريق داخل قاره افريقيا ينفع انزل ادافع قدامه. بتلعب امبارح فريق سوري في اللفظ مهلهل، شايل من بيراميدز ثلاثه، وانت معاك بن شرقي بره دكه، وفي الاخر تعادل 1-1 وبتضيع وقت في الاخر. يا عم مش للدرجه يعني يا جماعه. وان شاء الله باذن الله ما نشوف. وبيراميدز لا نتمنى يعني ان هو ياخد الدوري، لكن بالاداء ده هو يستحقه عندنا احنا الاثنين. ان شاء الله باذن الله يعني نقدر نعمل فيديو كده بعد كل ماتش. شكرا جدا ليكم.